عمي تعالوا لي، لا حال ولا مال، جهالي بالبيت ولا وديهم. والله كسرت قلبي وكسرت حتى ظهري. أنا جوارينك صارت 3 أيام أسمع ونينك، وكل ما أجي أستحي عبالي أكو مشكلة، عندكم حالة وفاة، فهمني شنو هاي على الحايل؟ شوف الله 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 كاتبين اخلاء البيت ولا ودي الجهال ولا ودي الغرام، حتى الله ما يقبل. الله يساعدك والله يكون بعونك اخويا، لا يشيل هم، والله مردت قلبي. هسه نتعاون انا وياك نشيل اغراضك ونشيل جهالك ونوديهم، وطابق الثاني اعتبره كله لك. اخويا صعب عليك والله، بس الفقير يفكر بي، والله بس مثل حالتي يفكر بي. قول يا الله اخويا، قول يا الله. يعني بشرفك يقولون علينا تجاوز، وانا عراقي، انا ابن البلد، يقولون علي تجاوز، منين جاي من غير دوله؟ اخويا هي هاي الدنيا تفتار، وبمشاكلها وبهوسها وبضيمها ما توقع بس براس الفقير. اخويا تقول يا الله، تمشي وياي، امشي وياي وان شاء الله يصير خير. وين اروح يا اخويا؟ انت حالك مثل حالي، دق عماله من الصبح لليل، وانا لو عندي فلوس اقعد بالتجاوز. خلنا ناخذ الجهال واروح اقعد بالصحراء بالزباله، خد تاكلني الذيابه، وين ما اروح خلنا نروح، حسبي الله ونعم الوكيل. راحتهم اكبر قلب شايل مصيبه، في راحتي وذاك القهر ما من طيبه.